كريم فؤاد صاحب ال25 عام تعتبر عودته من الإصابة هي أهم صفقة للأهلي في موسم الانتقالات الحالي. اعمل كوباية الشاي بتاعتك يلا وتعالى ودوس لايك عشان تساعد في انتشار الفيديو، وتعالى أقولك ليه وكل حاجة عن كريم فؤاد، أرقام وإمكانيات ومهارات وأهداف. أولا أرقام كريم فؤاد في آخر موسمين قبل الإصابة. كريم فؤاد موسم 2022 2023 ورغم قلة مشاركاته لعب 13 ماتش بس سجل فيهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف. أما الموسم الأخير قبل الإصابة موسم 23-24 لعب 23 ماتش سجل فيهم هدفين وصنع هدفين. كريم فؤاد هو أفضل باك يمين في الأهلي حاليا، وتعالى نتكلم عن مميزاته الأول قبل سلبياته. كريم لعيب مهاري جدا جدا وسريع وخفيف سواء بالكورة أو من غيره، لذلك كولر أوقات كتير كان بيستخدمه كجناح مش باك عشان يستغل المميزات دي، مهارته وسرعته، غير إنه بيقدر يسجل جول ودي ميزة تالتة. كريم لعيب جوكر لدرجة إن حلمي طولان في إنبي كان بيلعبه باك يمين وباك شمال أو جناح يمين أو جناح شمال أو في نص الملعب كمان، وكان بيجيد في كل المراكز دي مع حلمي طولان. وكلنا شفنا أداء كريم فؤاد بعد إصابة علي معلول في النهائي أمام الترجي كان عامل إزاي، نزل قفل الحتة الشمال دي خالص بالضبة والمفتاح سواء هناك أو هنا، وإنقاذه التاريخي في آخر لحظة في مباراة القاهرة. عيب كريم فؤاد بالنسبة لي حاجة واحدة بس، وكان ابتدى يشتغل عليها قبل الإصابة، كان الدفاع، وإنه مش بيقدر يلعب 90 دقيقة بنفس المستوى والأداء، ولكن اتحسن كتير قوي في الحتة دي في الفترة الأخيرة لما لعب باك شمال. تعال نحلل ونشوف كام هدف كده مع بعض لكريم فؤاد. تعال شوف معايا التحرك المثالي وخلق المساحة اللي قدر يعملها كريم فؤاد بتحركه الذكي بين الباك والمدافع، والسروج جميل اللي عمله عمي اليو ديانج. ومش بس كده، الفينش كمان بتاعه من فوق الحارس بمنتهى المهارة والدقة رغم خروج الحارس، ولكنه كان اذكى واسرع في اتخاذ القرار. ناس كتير ما كانتش مصدقة ان كريم فؤاد لعب في نص الملعب. تعال شوف كده السرو ده من نص الملعب من كريم فؤاد لمين؟ لميكسيوني او ميكي زي ما كنا بنقول عليه. اتفرج على الذكاء والدقة بتاعت السرو، قدر يودي الراجل انفراد ازاي من نص الملعب رغم انه واقف وقدامه 5 لعيبة من الخصم، ولكن بمنتهى الدقة والذكاء قدر يعمل ثرو جميل جدا ويودي الراجل انفراد ويقول له هات جول. وده اسيست جديد من كريم فؤاد، ولكن المرة دي وهو بيلعب في مركزه الاساسي والرئيسي وهو باك يمين. عايزك تتفرج على ايه؟ على سرعته وكنتروله على الكورة بالسرعة، يعني الراجل بيقدر يجري بالكورة بدقة ومثالية، ودي مش عند ناس كتير، وخاصة واحد احنا عارفينه مش هنتكلم عليه. وقدر يعمل عرضية واسيست لمحمد شريف اللي اتحرك تحرك ذكي، ودي من مميزات محمد شريف اللي انا كنت اتكلمت عليها في بوست امبارح، تحركاته في منطقة الجزاء. اهو ده بقى من احب الاسيستات لقلبي. شوف هو طلب الكوره ازاي واتحرك ازاي، وحتى لما الكوره طلعت طويله قدر يعمل تاكلينج بمنتهى الذكاء والدقه ويستحوذ على الكوره زي ما انت شايف كده قدام المدافع، ويلعب عرضيه على طول للمهاجم اللي اتحرك دوت عشان يسجل هدف جميل للنادي الاهلي. صناعه ومجهود وكل حاجه كريم فؤاد باك يمين النادي الاهلي الموسم الجديد ان شاء الله. وده هدف كريم فؤاد في الزمالك اللي يبدو سهل ولكنه مش سهل خالص، لانه قدر يغفل الباك الشمال اللي معاه اللي على ما اتذكر كان عمر جابر، وقدر يتحرك من وراه بمنتهى الذكاء وسهل على نفسه الكوره بسبب تحركه، وقدر يسجل هدف سهل وبسيط للكل ولكن صعب فنيا ومهاريا، ولعيب يبين لك ذكائه ازاي في الهدف ده. ودي اخر كوره معانا هتكلم فيها عن كريم فؤاد في اللعبه دي وتحركه برضو اللي بمنتهى الذكاء من الناحيه اليمين. واللي اهم من التحرك بقى هنا القرار، هو الراجل خلاص واخد القرار ان انا هتحرك، قفشه هيلعب لي الكوره في الحته دي احط فيها وش رجلي وزي ما تروح على عكس اتجاه الحارس في البعيده عشان يبقى هدف اكيد ومؤكد للنادي الاهلي باقدام مين؟ باقدام الفتى الشقي كريم فؤاد. ولذلك بكل الاسباب اللي انا اتكلمت عليها دي في الفيديو، فكريم فؤاد يستحق ان هو يكون الباك اليمين الاساسي للنادي الاهلي، سواء على حساب محمد هاني صاحب ال29 عام واللي اقل فنيا من المردود اللي احنا كلنا بنتمناه للنادي الاهلي. بقاله سنين بيلعب ولكن ما قدرش يقدم جديد او يضيف للنادي وللفريق اي حاجه خالص. وبيجي بعديه عمر كمال برضو اللي لسه لحد دلوقتي بقاله سنتين في النادي بس تحس ان هو تايه، مش هو عمر كمال بتاع مودرن سبورت او اللي كان بيلعب قبل كده في الاسيوطي او في المصري. حتى مش نفس الاداء، مش نفس الاداء الهجومي، مش نفس التسديدات، مش نفس اي حاجه. انما كريم فؤاد
الله أكبر عليه، قبل الإصابة كان عامل فورمة عالية جدًا، وأتمنى إن هو يرجع تاني على نفس الفورمة والأداء دي، لإنه هيبقى من أهم صفقات النادي الأهلي الفترات اللي جاية إن شاء الله. كريم فؤاد إن شاء الله يبقى هو باك يمين النادي الأهلي، وأتمنى إن الفيديو ده يوصل له ويركّز في التدريب، وأنا متأكد إنه مركّز في التدريب. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير عشان تساعد في انتشار الفيديو، وبس كده، وصلّي على النبي، السلام عليكم.